لو سمحتوا، وابدأ كأنك بتشرح لحد مش فاهم، عشان الناس اللي بقت من كتر البلاي ستيشن والسرعة اللي احنا بقينا عايشين فيها، العيال بقت خلاص انا جبتها في دماغي فبيكتب الانسر بس. ما بنديش درجة على الانسر بس يا جماعة، في ستيبس. اي حاجة بتفكر فيها اكتبها حتة حتة، لو سمحت اكتبها حتة حتة لحد مش فاهم اي حاجة. لما هيجي يقرأ ورقتك هيفهم ولا لا؟ النظام في ورقة الامتحان مهم جدا جدا. انت ما بتشوفش المدرسين بتصلح الورقة ازاي، صح؟ انا باخدها ممكن ما اشوفش الرقم بتاعك، بتكتب لي الفور يعني ما فيهاش سنة، شفتها 7. في ناس كتير قوي ما بتكتب الفور كده زي السفن. خلاص انا عملتها غلط مع انك انت كاتب صح. فحرام تضيع مجهودك علشان خطك عايز تخلص، عايز بتجري خايف ان الوقت ما يلحقكش. ليه اجري؟ ارحب بالناس كلها اللي لسه داخله برضو، اهلا بيكو. وانا بتكلم على نظام الامتحانات دلوقتي علشان الولاد ومذاكرتهم. اتمنى ان انتوا تستفيدوا من المعلومات دي وتاخدوا بالكم من حاجات معينة وانتوا قاعدين وبتقولوا لاولادكم يذاكروا. فنرجع للنقطة المهمة جدا، ان احنا قلنا دلوقتي هنبدأ الامتحان، هنحل الحاجات السهل اللي انا عارفها خلاص لحد ما بهدى واخد ثقة في نفسي ان انا فاكر. قابلني سؤال سهل وانا كنت فاكره، وبعدين فجأة دماغي وقفت. خلاص ما وقفش دماغي عند السؤال ده اكتر من ثانيتين. دماغي افتكرت ما افتكرتش اروح للسؤال اللي بعده. لو فضلت واقف تفكر في السؤال ده، لا انا كنت فاكره، انا لسه حله قبل ما ادخل. هي دماغك وقفت في اللحظة دي. ما تحاولش تبوش يور برين ان هو يفتكر، صدقني اصبر شوية، روح للسؤال اللي بعده. تمام،